عسلامة، شنو أحوالكم؟ نتمنى تكونوا لاباس عليكم. كالعادة جيتكم اليوم بغوسيت بنينة برشا برشا برشا، اللي هي الرز الجربي. في بالي أغلبية التوانسة نحبوه، يجي محرحر مشخشخ بالخضرة والدجاج. المرة هذي حبيت نعمله بالدجاج، بيان سور تنجموا تعوضوه باللحم. باش نعطيكم كل شيء بالتفصيل. اقعدوا معايا تابعوا الفيديو للاخر. ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. اول حاجه بديت بيها خذيت 5 رباطي معدنوس. علاش؟ على خاطر في فرنسا السلق مش كيما السلق متاع تونس، يبدا ياسر فيه ما في بالي، ما نحسو مش كيما السلق متاعنا. ان توكا خذيت 5 رباطي متاع معدنوس. والا تنجموا تعملوا معدنوس وسلق، والا معدنوس وسبناخ، تنجموا تنوعوا معناها. وغسلتهم بالكدا وقصيتهم بالصغير كيف ما شفتوا. وفي المرحله هذه باش نزيد الرز الاصفر، ناخذه ما بين 450 و 500 غرام، راهو يكفي حتى الخمسه والا 6 اشخاص بالزيد ما شاء الله، على خاطر باش نزيدوه الخضره. وننصحكم على الاخر انه تغسلوا الرز بالكدا 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 قبل ما تزيدوه. نقعدوا نبدلوا له في الماء نتاعو حتى لين يولي ترونسبارون. وباش نبداو توا نضيفوا في الخضره نتاعنا، باش نحطوا على اول الفلفل الحلو على خاطر الحار، اذا باش نحركوه بعد بيجينا نتحرحلو. دونك اللي يحب يحط حار يحطوا في الاخر. وباش نحط زاده 2 طماطمات، نحيت لهم الزريعه نتاعهم وقصيتهم مرسوات صغار، حمص منفخ، جلبانه. باش نحط زاده الدجاج، سينون تنجموا تعوضوه باللحم البقري والا اللحم العلوش. روز الجربي باللحم العلوش يجي بنين على الاخر. باش نحط زاد 3 ولا 4 روس، يبداو مش كبار، صغيرونات. بصل، البصل العادي اللي عندي، سينون اللي عنده هيك البصل الربعي يقصه هو ويقص العروش نتاعو، زاد يعطي بنا مش نورمال. باش نحط زاد شويه بطاطا، تحطوا قد ما تحبوا نتوما. البطاطا قصيتها هكا مكعبات كبار شويه على خاطر باش ما تذوبش. باش نحط زاد تقريبا 8 ولا 9 سنين ثوم. باش نحط 2 مغارف فلفل اكحل. نحطوا الملح حسب الذوق، 2 مغارف صغار. بالنسبه للفلفل الاحمر باش نحط 3 مغارف صغار ونص. اذا الفلفل الاحمر نتاعكم حار ياسر ما تكثروش، تنقصوا من الكميه. بالنسبة للكركم زادة باش نحط 3 مغارف صغار ونص كركم. راهو الروز الجربي يحب القدا الفاحات، على قد ما يبدا مفوح بالبيع على قد ما يجي بنين. وباش نحط زادة 3 مغارف صغار معبيين تابل وكروية. اذا استعملتوا الحمل علوش ما نحطوش لا تابل وكروية ولا ثوم. حبيت زادا نفوح الرز الجربي بالطماطم هيك الشايحة، حطيت مغرفة صغيرة معبية طماطم شايحة. باش نحط زادا مغرفة صغيرة معبية الهروس العربي المكوش هيك الفاوح والبنين. وباش نحط مغرفة ونص طماطم حكة، مغرفة ونص كبار طماطم حكة. وباش نحط له بزايد زيت باش يبدا ما يبداش كيفاش نقولوا ما يتلكدش على بعض الرز، تبدا كل كعبه مفركه وحدها. وباش نبدا عاد توا نحرك فيه بالكدا بالكدا بالكدا، على خاطر انا الماعون اللي عندي ماهوش كبير ياسر، دونك سي با فاسيل باش نحرك كل شيء مع بعضه. حسيت نحاول ندخلوا الفاح في المعدنوس وفي الخضره الكل. وبعديك جبت الكسكاس باش نعبيه بالخضره. لما حاله ما نجمش نحط الكميه الكل فرد كسكاس، دونك قسمت على 2 كساكس. عبيته. وباش نغطيوه. راهو الرز الجربي الرز اون جينيرال لازم نطيبوه وهو مغطي، سينو يقعد ياخذ ياسر ياسر وقت باش يطيب. وتوا باش نحطو يفور من 30 ل 35 دقيقة من اللي يبدا يفور الروز. ما نمسوهوش ما نحركوهوش، توا هبطو. باش نخلط كل شيء مع بعضه من الاول جديد. هكيكا اذا فما حاجه ما تحركتش بالكدا تتحرك. وباش نذوق الملح، اذا حسيتوه ناقص شويه ملح تزيدوه في المرحله هذه. وبعديكا باش نعاود نرجعو في المقفول، في الكسكس بلوتو، ونخليه يفور التفويره الثانيه. وبالنسبه للتفويره الثانيه مانيش باش نقول لكم الوقت بالضبط قداش، المهم نتوما عينكم ميزانكم كيف تذوقوا الروس تلقاه طاب، الخضره والحمص والجلبانه والفازات هذوكم تلقاهم طاب، ووقتها تهبطوه من على النار ويكون الروز نتاعكم حضر ما شاء الله. ما نحكي لكمش على هذيك الريحه. ان الروز الجربي من ابان الحاجات اللي نحبهم، خاطره خفيف وبنين وصحي، وسورتو بنين معناها وصحي فرد وقت. صغار انك تلقى حاجه صحيه وبنينه فرد وقت. حسلوا بالحق جا بنين على الاخر. نودكم واولى نشهيكم، قمت صحيين قدامكم زينتو بكعيبه زيتون. اللي عنده فلفل برعبيد زاد يجم يسمح بالصحن، والا تنجموا تعملوا جرينات فلفل مقليين. هكاكا وصفتنا اليوم تكون كملت. نتمنى غرفة اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، تعملوا لايك اذا عجبكم فيديو. والتقانا في وصفة جديدة ان شاء الله. اتري بيانتو وبسلامة.